والله لله. أين دعاتنا الأجلاء ومفكرون من دعاة السلفية والجمود والانغلاق؟ يخطئ من يتغافل عن المخاطر المستمرة للإرهاب والتطرف واتساع دائرة الفكر السلفي وجماعات اسمحوا لي أن أخص بالتحية الأخت الكريمة الفاضلة الدكتورة عائشة. شكر الله لأختنا الفاضلة دكتورة عائشة القذافي. مستعدين التحالف مع الشيطان والمتمردين المسلحين. شكر الله لأختنا الفاضلة دكتورة عائشة القذافي. وبأي كلمات وبأي ألفاظ أقدم الشكر الجزيل والتقدير الجليل لمملكة الأردن، ملكا كريما وحكومة مسددة وشعبا غرس حبه في قلبي. اللهم اجعل مملكة الأردن ملكا وحكومة وشعبا أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ على مملكة الأردن أمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها. اللهم وفق ولاة أمرها إلى كل ما تحبه وترضاه، وارزق ولي أمرها البطانة الصالحة الناصحة النافعة برحمتك يا أرحم الراحمين، وجميع بلاد المسلمين. صاحب الجلالة، صاحب السمو، أصحاب الفضيلة، الضيوف الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وجمعني بحضراتكم في هذه المملكة الكريمة وفي هذا المكان الطيب على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته. وأسأل الله أن يجعل مملكة البحرين أمنا أمانا سخاء رخاء، وأن يحفظ عليها رخاءها وأمنها واستقرارها وجميع بلاد المسلمين. حكم بيع الآثار، إن كانت هذه الآثار في أرض تملكها أو في بيت لك فهذا حقك ورزقك ساقه، ورزق ساقه الله إليك، ولا إثم عليك في ذلك ولا حرج. إن كانت هذه الآثار في أرضك في ملكك أنت وفي بيتك أنت فهذا رزق ساقه الله إليك، وليس من حق دولة ولا مجلس ولا أي أحد أن يسلبك هذا الحق وأن يسلبك هذا الرزق الذي رزقك الله إياه. هذا ركاز أو كنز أو ذهب أو إلى غير ذلك، فهذا الذي رزقك الله إياه. إذا رأت الدولة أخي الكريم أن الآثار لا تدخل ضمن ما يسمى بالركاز عند جماهير أهل العلم، باعتبار أن الآثار إرث حضاري للبشرية كلها، وليست ملكا لمصر، إنما الآثار هي ملكية عامة، فهذا حقك ورزقك ساقه، ورزق ساقه الله إليك، ولا إثم عليك في ذلك ولا حرج. أؤكد أنه لا يجوز لأحد أن يتاجر بهذه الآثار بيعا ولا شراء ولا سرقة ولا تهريبا، فهذا حقك ورزقك ساقه، ورزق ساقه الله إليك، ولا إثم عليك في ذلك ولا حرج. لا يجوز لأي أحد عثر على أثر من هذه الآثار أن يتاجر فيه أو أن يبيعه، وليس من حق دولة ولا مجلس ولا أي أحد أن يسلبك هذا الحق وأن يسلبك هذا الرزق، وإنما يجب عليه أن يتواصل مع الجهات الرسمية المختصة لتعريفهم بهذا. الإضرابات لن توسع الرزق، ومهما نطلع في مظاهرات ونحرق الأعلام والماكتات
لن نغير الواقع بهذا، شأننا كشأن جحا. فرق بين وسيلة تعبير ومنهج تغيير. مستحيل تبقى منهج تغيير، مستحيل. مسألة الهتاف والصراخ والحماس والعويل عمر ده ما يغير يا اخوانا. الهتافات دي عمرها ما تربي أمة ولا هتغير أمة، مستحيل. ده أنا أدين ربي بهذا، أنا ما بجاملش بالفتوى دي مخلوقا على وجه الأرض. لو كنا بنجامل كنا جاملنا من زمان. وأحيي لله كلمات الرئيس مبارك، والله لله. اللي أنا أدين به ربي إن المظاهرات عمرها ما هتبقى منهج تغيير، لكن تتصور انها منهج هتغير الامم او الامة، لا مستحيل، مستحيل. انا انصح علنا، انا ما بفضحش حد، يعلم ربي ما انش متخصص فضايح. وبعدين مين اللي بيجيب الفضايح؟ طيب يعني اخونا الشيخ محمد حسان طلع بتصريح قبل كده وقال، وموجود على اليوتيوب الكلام ده اهو، المظاهرات غلط وما تصحش، والمظاهرات بتكسر مصانع وبتكسر مش عارف ايه. برضه قبل كده انت يا شيخ محمد طالع تقول على المجرم انس الفقي وزير الاعلام، تقول عليه اخ. انا مستني الاخ انس الفقي، اتوعد الاخ والله ما يقبل شكلك ولا يقبل دقنك اللي انت مربيها دي، اللي انت متسميه اخ. وبعدين معلش سامحني برضه، انت رحت قبل كده مرتين عند القذافي، وانت عارف القذافي منكر للسنه، ولما قل هو الله واحد قال ما تقولش قل هو الله احد، يعني يعتبر كده كافر ومرتد عن الاسلام. ورحت مرتين تقابله، ولا جبت كتير الكلام ده ولا كلمت، وعارف انه بيقتل في المسلمين وقتل 1200 مسلم فيهم. واسال الجماعه الاخوه اللي في ليبيا. فيعني بصراحه انا والله مش عارف اقول ايه، انا بصراحه مكسوف، والله العظيم مكسوف. ولا ينبغي لأحد في الدنيا كلها أن يزايد على دور مصر أو أن يزايد على موقف مصر. هنا يعني إحدى سكان نهرية تتكلم باللغة العربية. كيف شعرتوا اليوم عند إطلاق يعني الرشقة الأولى من الصواريخ؟ ميرسي أوي أوي أوي. الأول أمريكا والثاني مصر. نعم مصريا. طيب أوي أوي.